اهلا بيكم ومعانا أس التمثيل مع ايمي. كأني قدام سمير غانم وحسن الرداد زوج مثالي. كشف الفنان محمد أسامة أس كواليس تعاونه لأول مرة مع النجم حسن الرداد وزوجته النجمة ايمي سمير غانم من خلال مشاركته في بطولة مسرحية التلفزيون. وقال أس خلال حواره مع الإعلامية هبة الأباصيري على قناة CBC: كواليس المسرحية ممتعة جدا، دي أول مرة أشتغل مع حسن وإيمي، وأول موقفنا على المسرح كأننا عارفين بعض من 50 سنة. وأضاف أس أيضا الفنان الكبير سمير غانم الله يرحمه، قابلناه كتير وقعدنا معاه وكان أكبر داعم لنا، ولما قابلت ايمي ما حسيتش باختلاف كبير، كأني بمثل مع الراحل سمير غانم. وقال ايضا أس ايمي دمها خفيف جدا وحسن دمه خفيف جدا، وببقى سعيد وانا شغال معاهم. وردا على سؤال عن كواليس حسن الرداد وايمي سمير غانم معا في المسرح، قال أس حسن زوج مثالي والله العظيم، وبشوفه بعيني. ايمي تقول انا زهقت عايزه اروح ومش قادره اعمل بروفا. بيقول براحتك يا حبيبتي، ربنا يحرسهم ويحفظهم يا رب، يا رب يحفظهم يا رب ويوفقهم في حياتهم ويخللهم ابنهم يا رب ويفرحوا بيه. ويذكر ان مسرحية التلفزيون هي اول مسرحية بتجمع بين حسن الرداد وزوجته ايمي سمير غانم، وتم عرض هذا العمل المسرحي في موسم الرياض في مهرجان العالمين في نسخته الثانية. وبتدور أحداث المسرحية حول زوجين يصلهم طرد سحري يجدان نفسهم بداخله، ينتقلان بين قنوات وتفاصيل ويتحكم في حياتهم طفل صغير. ويشار إلى أن أس عرض له مؤخرا فيلم عصابة الماكس الذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول الماكس الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة بتحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكشف ان من اختارهم بيورطوه في مشاكل اكبر بتهدد نجاح العملية. عصابة الماكس من بطولة احمد فهمي، لبلبة وروبي وأس وحاتم صلاح ومحمد لطفي واحمد فهيم ومصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف، منهم احمد السقا والفنان صلاح عبد الله وهشام ماجد ومحمد ثروت ايضا وحمدي المرغني وحمو بيكا. والفيلم من تأليف امجد الشرقاوي ورامي علي، اما الاخراج فهو لحسام سليمان وفي اول تجاربه الاخراجيه، وانتاج هشام عبد الخالق. بنتمنى لأس كل التوفيق في كل اعماله، وايضا لحسن وايمي ربنا يوفقهم يا رب في كل أعمالهم، ودايما نشوفهم على خير متألقين وسعداء، ويسعدونا أيضا بدمهم الخفيف. يا رب يسعدنا ويسعدكم جميعا. صباحكم زي الفل.